وعلى العكس العضلات اللي تيكونوا ضعاف غالبا ما كتوصلهمش للبومب مزيان. البومب ماشي هي الشرط الاساسي ولا الوحيد اللي غادي يخليك باش تبني العضله اللي تيقول لك بان راه العضله كتخدم مزيان. السلام عليكم، مرحبا بك، معك عبد الصمد في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الشعور ولا واحد الاحساس اللي تيجيك ملي تكون كتريني، كيخليك تحس براسك قوي وكبير ومسيطر على الجسم ديالك. كاينين بعض الاشخاص اللي منهم انا كنترينيو على قبله اللي هو البومب. البومب هو ديك اللحظه اللي كتكون مثلا تتريني فيها مثلا العضله ديال الصدر وكتحس باللي العضله ديالك تزاد الحجم ديالها ولا الدم فيها بشكل كبير، كتحس باللي ديك العضله ولات منفوخه ومشدوده والعروق ديالك كيبانو. بزاف ديال الناس اللي تيكونوا تيترينيو تيعطيو واحد القيمه كبيره للبومب، لان الا كانت الحصه ديالهم دازت ما فيهاش البومب كيحسوا بان الحصه دازت ضايعه وتيقولوا بان ضروري البومب تكون باش العضلات يزيدوا لقدام. واش بصح البومب كتعاونك باش تبني العضلات او لا؟ باش نكونوا واضحين، البومب ماشي هي الشرط الاساسي ولا الوحيد اللي غادي يخليك باش تبني العضلات، ولكن كل ما كان البومب مزيان كل ما العضلات يوصلوا للمغذيات وكتخلص من الفضلات بشكل مزيان. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيعاون في التطور. والدم هو الترونسبور اللي عندنا في الجسم ديالنا، هو الوسيلة النقل الوحيدة اللي تيوصل العضلة المغذيات ويوصلها داكشي اللي خاصها. وفي نفس الوقت كيف ما تيساعد العضلة باش يوصلوها المغذيات كيساعد حتى الجسم باش يتخلص من الفضلات. وكل ما كانت العضلة توصلها كمية مزيانة ديال الدم وكانت فيها بومب مزيانة كل ما كان التقدم ديالك أحسن. دابا الا سولتي راسك واحد السؤال، شنو احسن عضله عندك في الجسم ديالك؟ غالبا الجواب ديالك غادي يكون هو ديك العضله اللي كتكون فيها بومب مزيانه، هي العضله اللي كتكون مزيانه ومديفلوبي عندك في الجسم ديالك. وعلى العكس العضلات اللي تيكونوا ضعاف غالبا ما كتوصلهمش للبومب مزيان. وهذا الشيء غادي يبين لنا بان كاينه علاقه كبيره بين الاعصاب والدوره الدمويه والتقدم ديال العضلات. ولكن كاين بعض المرات اللي كتكون كتحس براسك واخا تتريني مزيان وتدير مجهود في الحصه كتكون البومب ناقصه على المعتاد. دابا نحاولوا نعرفوا علاش. كاينين بزاف ديال الاسباب. السبب الاول يقدر يكون نقص في الكربوهيدرات. الا العضلات ديالك ما كانش فيها واحد المخزون ديال السكر اللي هو الجليكوز مستحيل يعمروا وتكون فيهم بومب مزيانه. والحل بسيط، هو تيخصك تكون كتاكل الكربوهيدرات. بالنسبه للكربوهيدرات راه درت عليهم فيديو كاين في القناه، الا بغيتي تفهمهم بشكل كبير دخل الفيديو اللي كاين في القناه وغادي توضح الفكره على الكربوهيدرات. السبب الاخر اللي يقدر يكون حتى هو سبب اللي يخلي العضله ما تكونش فيها بومب مزيانه هو الاوفر ترينين او الافراط في التدريب، لان الجسم ديالك ما غاديش يلقى الوقت باش يتعافى ويعاود يعمر العضلات بالطاقه من جديد. وكاين الاغلبيه فينا خصوصا في البدايه كان كيسحب لينا باللي كل ما ترينينا بزاف كل ما التقدم تيكون مزيان. ولكن على العكس، وحتى الراحه بين السيريات حتى تيكون عندها دور كبير وتاثير كبير على البومب. الا كانت الراحه بين السيريات طويله كتكون البومب غادي تكون ناقصه. والاغلبيه ديال الرياضيين تيحاول يحافظ على الراحه ديالو اللي كتكون بين السيريات من بين 30 ثانيه حتى ل 45 ثانيه. هاد الفترة ديال الراحة مثالية كتخليك تحافظ على الضغط في العضلات. وباش تجيب بومب مزيانة في الحصة ما كيخصش الوزن باش كتخدم يكون خفيف بزاف وما كيخصكش دير تكرارات لا نهائية. احسن طريقة هي فاش كتكون كتهز وزن ثقيل كتكون كتحكم فيه وكدير ريبيتيسيون بين 6 حتى ل 10، والراحة بطبيعة الحال تكون قصيرة بين كل سيري. وزيد عليه الا كنتي كتدخل لي تكنيك في الخدمة ديالك بحال التريسات ولا الجاينسات ولا السوبرسات، لان كدير واحد الخدمه كثيره في واحد الوقت اللي قصير. وهذا الشيء تيخلي واحد الخدمه مثاليه للعضله باش تكون فيها بومب مزيانه. وفي الاخير البومب هو ماشي غير احساس، هو واحد المؤشر اللي تيقول لك بان راه العضله كتخدم مزيان. بحال واحد الميساج تيوصلوا لك الجسم ديالك تيقول لك بان شوف هاد العضله هادي راه كتوصلها مغذيات بكميه مزيانه وكتخلص من الفضلات بطريقه مزيانه، وبطبيعه الحال كتستافد من داك التمرين اللي راك خدام به. وإلا كنتي كتخرج من مورا كل حصه ببومب في العضلات اللي خدمتي عارف راسك هنايا راك غادي مزيان. ولكن إلا كنتي لا بومب
ما كتكونش في الحصه ديالك، حاول تراجع راسك، شوف شنو هما الاغلاط ديالك، واش ما كتاكلش مزيان اولا الطريقه ديال التدريب ديالك غلطه. لان الا ما كانتش البومب التقدم ديالك مقارنه مع الا كانت البومب غادي يكون التقدم ملي كتكون البومب غيكون احسن. هنايا كنوصلوا لنهاية ديال الفيديو ديالنا، نتمنى تكون استفدتي. الفيديو ما طويلش بزاف هاد المره. البومب هي واحد الحاجه اللي مهمه خصنا نكونوا عارفينها، لانني انا بطبيعه الحال تنتريني على قبل البومب. الحصه اللي ما كتكونش فيها البومب ما كتحس براسك راه ما درتي فيها والو، والحصه اللي كتكون كتحس بالبومب من البدايه ديالها كتعطيك انرجي وكتولي كتزيد تبغي تخدم كثر، خصوصا الا كنتي بحالي ما كتدخل لا كافيين لا بري وركاوت لا حتى حاجه اللي غتعطيك الانرجي، فكيكون الانرجي الوحيده ديالك هي ملي كتدخل لاصال، عاد كتبدا الانرجي ديالك كطلع.